المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتي، نستهلها بالعناوين. إحياء الذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة. إريتريا تشارك في اجتماع الفاو الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما. مديرية تسني في إقليم القاشبركة تشهد أنشطة صحية. ترامب يعتبر أن كوريا الشمالية قوة نووية ويبدي رغبته في لقاء زعيمها. محادثات أمريكية صينية في كوالالمبور لإنقاذ الهدنة التجارية. واليابان تدفع بطائرات مقاتلة بعد تحليق قاذفات روسية نووية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أحيت البلاد يوم أمس 24 من أكتوبر الذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة في فندق أسمر بالاس بالعاصمة أسمر. وقدم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح كلمة في الحفل الذي حضره كبار مسؤولي الحكومة الإرثية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وكذلك ممثلو البعثات الدولية لدى إريتريا ولا سيما أعضاء السلك الدبلوماسي. وأوضح الوزير عثمان في كلمته أن العالم يتطلب نظام يضمن العدالة والمساواة اعتمادا على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية، متناولا الخلفية التاريخية لتأسيس منظمة الأمم المتحدة والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي. وأكد مبدأ إريتريا المتمحور على الشراكة الجماعية وحق اتخاذ القرارات الذاتية التي تضمن تحرر البلدان من التدخلات الخارجية وضمان الحقوق السيادية التي بدورها توجه المسيرة التنموية للدول، مشيرا إلى جاهزية إريتريا للعمل المشترك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة التي تخدم الأولويات التنموية للشعب الإريتري. وأضاف الوزير عثمان أن إحياء ذكرى تأسيس منظمة الأمم المتحدة تذكرنا بضرورة فهم مبادئ ميثاق المنظمة والعمل على تنفيذها، والتي تشمل المساواة بين الأمم والشراكة والتعاون والسلام المبني على العدالة، بالإضافة إلى أن نعيد النظر بشجاعة في أن الأمم المتحدة ليست خادمة للأقليات بل خادمة للعدالة وتطلعات الإنسانية المشتركة. وذكرت منسقة البعثات الأممية لدى إريتريا السيدة نهلة فالجي أنه بينما تحتفل الأمم المتحدة بالذكرى 80 لتأسيسها، فأن مبادئها الأساسية تواجه تحديات خطيرة، مضيفة أن المناسبة فرصة لتجديد التزامنا بتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف واتخاذ قرارات عالمية متماسكة وفعالة وبعيدة النظر. وعربت عن استعدادها للعمل بشكل وثيق مع إريتريا بشأن أولويات التنمية المشتركة، ذاكرة سياسة إريتريا الواضحة للمشاركة المجتمعية والاعتماد على الذات والتكامل الاجتماعي والتنمية المستدامة، والتي تعد مثالا حيا للدول الأخرى. كما شهدت المناسبة عرض رسالة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش التي ألقاها بالذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة عبر الفيديو. وفي الختام عرض للمشاركين معرضا تنافسيا للابتكار والحرفية قدمه الشباب وتم توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على الفائزين. كما شهدت العاصمة أسمر في 22 من أكتوبر تنظيم منتدى بمناسبة ذكرى تأسيس الأمم المتحدة بعنوان الاعتماد على الذات والشراكة، تجربة إريتريا وتأثيرها العالمي. أفاد قسم العلاقات العامة بوزارة الزراعة أن إريتريا شاركت في اجتماع منظمة الغذاء العالمي في مبادرة عام 2025 الدولية للتنمية الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما في الفترة من 14 وحتى 17 من أكتوبر الجاري. وشارك في اللقاء وفد إريتري برئاسة المدير العام للتنمية الزراعية السيد سمري أملسوم ومجموعة من ممثلي وزارة الثروة البحرية عبر تقارة الفيديو، ومشاركة الممثل الدائم لإريتريا في منظمة الغذاء العالمي وصندوق التنمية الدولي وبرنامج الغذاء العالمي السيد أسمرام كيدانم، ومبعوثة منظمة الغذاء والزراعة لدى إريتريا السيدة أريلا جيلين شخصيا.
وأضافت الأنباء الواردة أن إريتريا قدمت شرحا كونها إحدى الدول التي تعمل على الاستفادة من الموارد التنموية الأساسية للدول العضوة تناول فيها المشاريع التنموية التي تعمل عليها إريتريا ضمن أولوياتها، وكذلك التقدم الذي سجلته في زراعة الموز والبطاطا عبر الفيديو، وتأكيد مبدأ إريتريا حيال تعزيز التعاون الدولي وضمان تنمية نمط غذاء صحي يعتمد على الزراعة والإنتاجية والعمل لتحقيق نمو شامل ومستدام، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر دولي في هذا الصدد. وعرف الوفد الإريتري النهج الذي يسري عليه قطاع التنمية الاقتصادية المستدامة الذي يركز على الموارد البحرية وتنسيق البرامج الاستراتيجية بتعزيز الإنتاجية وتنمية البذور المختارة واستثمار الثروات البحرية. كما شارك في الاجتماع الدولي 29 ممثلا للشركاء الدوليين ذات صلة بالقطاع التنموي والساسة وعدد من المستثمرين في المجالات المؤثرة على النمو الدولي. يتم تنفيذ أنشطة فعالة للحفاظ على الصحة العامة بالتعاون مع الإدارات المحلية والمؤسسات الصحية. وأفاد مسؤول الخدمات الصحية بالمديرية الممرض قبره والتخصصي أنه يتم تنفيذ أنشطة فعالة للحفاظ على الصحة العامة بمشاركة الأهالي، وأشاد بمشاركة المجتمع في الأنشطة التي تركز على الوقاية من الأمراض وعلاجها من خلال رفع مستوى الوعي العام. وأضاف أن الأنشطة المشتركة في مجالات الإصحاح البيئي والوقاية من الأمراض المعدية وطب العيون وتغطية التطعيم وتقديمها في المرافق الصحية ظلت تحقق نتائج مرضية في الأعوام الأخيرة. وذكر أن المنطقة تعد إحدى المناطق الموبوءة بالملاريا، مما ساهم ذلك في قيام السكان بأنشطة نفير جماعي تنظم مرتين أسبوعيا للحفاظ على النظافة البيئية. أدى ذلك إلى تقليل معدل الإصابات والوفيات على مستوى المديرية، داعيا المواطنين الالتزام بأساليب الوقاية على الدوام لتجنب مخاطر الإصابة بالملاريا. وقال إنه يتم أيضا تنفيذ حملات تسهم في الوقاية من الإصابة بالأمراض غير المعدية وأمراض ضغط الدم والسكري وأمراض القلب للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم 40 عاما فما فوق. واختتم مسؤول الخدمات الصحية في مديرية تساني الممرض قبره والتخصصي بشكر سكان المديرية على مبادراتهم الرامية إلى صد النقص في المرافق الصحية. سجلت مشاركة الأطفال في التعليم قبل النظامي في مديرية هبر ارتفاعا بلغ 4 أضعاف في هذا العام الدراسي بفضل الجهود المتضافرة. وتفيد الوثائق إلى ارتفاع عدد الأطفال المسجلين في رياض الأطفال لهذا العام إلى حوالي 3000 طفل، لتصل تغطيتها إلى 74% من تلك التي كانت في العام الماضي 24% فقط، مع عدد الأطفال البالغ 729 طفلا. وأوضح مسؤول المدارس بالمديرية الأستاذ عثمان محمد آدم أن المكتب يسعى إلى توسيع نطاق التعليم قبل النظامي نظرا إلى أهميته في النمو الذهني وتطوير المهارات البدنية والاجتماعية على حد سواء. وأضاف أن وجود روضتين للأطفال في ضاحيتي عريتاي وفلفلي فقط أثر سلبا على عدم التمكن من تلقي العديد من الطلاب خدمات قبل التعليم النظامي والدخول إلى المدارس الابتدائية مباشرة. لذلك تم هذا العام العمل لفتح 30 روضة في 8 إدارات ضواحي، ساهم في تلقي عدد مضاعف من الأطفال التعليم قبل النظامي. وحث أولياء الأمور المساهمة والتعاون بوعي مع المعلمين لإدخال الأطفال إلى رياض الأطفال قبل الانتقال إلى المرحلة الابتدائية. عقدت تنظيمات الشباب العمال في مديرية حقات مؤتمرها الثامن يوم 12 والثالث والعشرين من يوم 22 والثالث والعشرين من أكتوبر. وعرضت اللجنة التنفيذية تقريرها السنوي عن الأنشطة التي تم تنفيذها في مساعدة أسر الشهداء والمحتاجين والحملات التنموية والأنشطة الثقافية والفنية وتعزيز التنظيمات وزيارة المواقع التاريخية وغيرها من البرامج. وأوضح مسؤول تنظيمات الشباب العامل بفرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في إقليم عنسبة السيد مرهاوي زرع أهمية وأهداف تنظيم الشباب وزيادة الإنتاجية والتدريب القيادي والإداري للشباب وصياغة برامج العمل وتعزيز الأندية وهيكلة ومهام اللجنة التنفيذية.
وتم انتخاب لجنة تنفيذية مكونة من 13 عضوا. وذكر مدير مديرية حقات السيد إدريس محمد حامد في الختام أن من أهم المهام الملقاة على عاتق اللجنة المنتخبة العمل على تعزيز التنظيم والقيام بعمل أكثر فعالية. وفي غضون ذلك جرى تنظيم اجتماعات وسيمينارات لتعزيز العلاقة الثلاثية بين الآباء والمعلمين والطلاب بحسب ما وردنا من وكالة إرنا الإخبارية. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الشمالية قوة نووية نوعا ما، وردا على سؤال حول ما إذا كان منفتحا على طلب كوريا الشمالية الاعتراف بها بوصفها قوة نووية شرطا مسبقا للحوار مع واشنطن. وكان الرئيس ترامب أكد أن قضية تايوان ستكون من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها عندما يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار جولته الآسيوية. وأعرب الرئيس الأمريكي قبل مغادرته واشنطن إلى كوريا الجنوبية في مستهل رحلة آسيوية هي الأولى له منذ عودته إلى السلطة عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون. وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت في وقت سابق أن مسؤولين في إدارة ترامب ناقشوا احتمال تنظيم لقاء بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون الذي التقاه للمرة الأخيرة في 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى. بدأت محادثات مكثفة في كوالالمبور بين وفدين اقتصاديين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية والصين في محاولة لاحتواء تدهور العلاقات التجارية بين أكبر الاقتصادين في العالم وتمهيد الطريق للقاء المرتقب بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك المقرر انعقادها في كوريا الجنوبية. وتسعى المحادثات إلى إنقاذ هدنة تجارية هشة تم التوصل إليها في مايو الماضي خلال اجتماع أولي في جنيف، وتم تمديدها لاحقا في لندن وستوكهولم. وتنص الهدنة على خفض التعريفات الجمركية إلى نحو 55% من الجانب الأمريكي و30% من الجانب الصيني، مع استئناف تدفق صادرات المغناطيسات التي تعتمد على المعادن الأرضية النادرة. أرسلت اليابان طائراتها لمراقبة نشاط جوي روسي بالقرب من حدودها بعد أن حلقت قاذفات استراتيجية روسية قادرة على حمل رؤوس نووية على طول حافة المجال الجوي الياباني فوق بحر اليابان. وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وزارة الدفاع الروسية أحد أفراد الطاقم الأرضي وهو يوجه قاذفة من طراز تو 95 التي كانت ترافقها مقاتلتان من طراز سو 35 خلال ما وصفته موسكو بأنه رحلة دورية روتينية فوق المياه المحايدة. ونشرت وزارة الدفاع اليابانية خريطة لمسار تحليق الطائرات الروسية مبينة أنها بدأت بالقرب من جزيرة سادو اليابانية قبل أن تتجه شمالا. ونفت روسيا مرارا وتكرارا اتهامات اليابان بانتهاك طائراتها العسكرية للمجال الجوي، مؤكدة أن رحلاتها تلتزم بالقواعد الدولية. في الخبر الأخير، وقعت أكثر من 60 دولة في هانوي أول معاهدة للأمم المتحدة مخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العالمي ضد تهديدات رقمية آخذة في التصاعد. ويغطي الإطار القانوني الجديد طيفا واسعا من الأنشطة الإجرامية، من بينها استغلال الأطفال والاحتيال المالي وغسل الأموال عبر الحدود. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق بأنه البداية وليس النهاية، مشددا على ضرورة وجود رد عالمي قوي ومترابط في مواجهة جرائم تدمر عائلات وتستنزف مليارات الدولارات من الاقتصاد العالمي كل يوم. وتعود جذور المعاهدة إلى مبادرة روسية عام 2017 قبل أن يعتمد نصها بالاجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي بعد مفاوضات استمرت سنوات.
مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير أهم ما جاء فيها. إحياء الذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة. إريتريا تشارك في اجتماع الفاو الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما. مديرية تسني في إقليم القشبركة تشهد أنشطة صحية. ترامب يعتبر أن كوريا الشمالية قوة نووية ويبدي رغبته في لقاء زعيمها. محادثات أمريكية صينية في كوالالمبور لإنقاذ الهدنة التجارية. واليابان تدفع بطائرات مقاتلة بعد تحليق قاذفات روسية نووية. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.